السلام عليكم، أهلا بيكم في قناتي هاجر هوم. فيديو جديد وشقة إسكان جديدة. الشقة من قناة فرش عالم شيري. لو حابة تفرشي شقتك ممكن تكلميها، أنا سايبالك الأرقام على الشاشة، تقدري تواصلي معاها من خلال الأرقام. تمام. بس يلا قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملي لايك، ولو انتي ما اشتركتيش في القناة ولسه جديدة ياريت تشتركي في القناة وشوفي الفيديو، ياريت تعملي اشتراك في القناة. دي شكل الشقة، ودي هي القناة الأرقام بتاعت قناة عالم شيري لو حابة تتابعيها. عروسة النهاردة يعني الشقة بتاعتها سيمبل خالص ما شاء الله. يلا قبل ما نبدأ نقول ما شاء الله. الشقة كلها سيمبل، ما فيهاش شغل كتير، هتاخدي أفكار وهتلاقي بأفكار حلوة جدا جدا. ياريت تتابعيني، ويلا بينا عشان نبدأ الفيديو. يلا بينا ونقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعروسين في شقتهم. احنا هنا في الريسبشن، ده الجزء الاول من الريسبشن. كان فيه الانتريه زي ما انتوا شايفين معايا، ده السقف الاول. بصوا السقف بسيط ولطيف خالص. كان الانتريه اهو باللون الفيروزي مع البيج. بصوا الشكل كله متناسق والالوان ماشيه مع بعض. كده الشكل من بعيد، وهنا اهو الحيطان كانت باللون الاوف وايت الفاتح، كانت بسيطه جدا. والسجاده كانت دامجه مع اللونين، مع البيج والفيروزي اللي في الانتريه. ولعبت بقى بالالوان اهي، الستاير لعبت فيها ردتها مع نفس لون الانتريه. بصوا الالوان اهي واضحه خالص. وهنا حاطط ترابيزه سيمبل خالص بسيطه. ردت الالوان طبعا في التابلوهات. يعني بصوا الالوان مش وجع العين خالص، يعني كل حاجه متناغمه كده مع بعض. ده الشكل العام. نيجي بقى هنا للسفره، هي بسيطه خالص. بصوا ده المدخل الباب، وده شكل النيش بسيط برضو مودرن. الشغل ما فيهوش شغل كتير. ده النيش زي ما انتوا شايفين. اطقم الكاسات هادية ما فيهاش برضو، يعني مش كلها فيها شغل. في اطقم فيها شغل وفي اطقم سيمبل، يعني كلها عاملة تناغم مع بعض. ادي الرف الاول، لو عجبك طبعا الرص تقدري تكلمي عالم شيري او تعملي سكرين للرصة وتبقي تفرشيها في شقتك ان شاء الله. وادي الرف التاني. الرف التاني اهو، كل الشغل سادة خالص، ما عدا الطقم الكاسات دوت موزعاه كده مدي شكل، يعني تحسوا ان هو ردد مع الالوان اللي بره. هنا ده طقم الشاي. طقم الشاي لطيف خالص، وكانوا قايلين في قناة عالم شيري كانت قايلة ان هو مش من مصر، بس هو طقم الشاي مميز قوي ما شاء الله. هي غالبا كانت جايباه من السعودية. ودي طقم صيني لطيف برضو خالص. ده شكل النيش كله.
اهو كده كل حاجة وضحت في النيش. كان في درجين كده من تحت كانت مستغليهم وحاطة فيهم بقية الحاجات. نيجي بقى للسفرة هنا. بصوا بسيطة خالص ومودرن ما فيهاش اي شغل كتير. اللهم بارك ما شاء الله العروسين. السجادة برضو لعبة في الوان السجادة ردها في الالوان بتاعت السفرة. شغل سيمبل خالص ما فيهاش شغل ولا فيها شغل كابتونية ولا حاجة هي سادة خالص. بصوا الورد يعني الورد لطيف خالص حاجة صغيرة خالص وفيها كام وردية برضو مدية شكل لطيف. ادي الكرسي بالظبط ما فيهوش اي شغل كابتوني هو سادة. البوفيه بقى البوفيه مودرن بسيط برضو. هنا بقى بصوا هي عاملة مقابض باللون الاسود. لو ركزت بقى هتلاقوا ايه ان هي عاملة لون الشمعدانات برضو باللون الاسود. فالشكل العام رقيق جدا يعني ما شاء الله. كل حاجة يعني متناغمة مع بعض. بصوا الالوان كلها ماشية مع بعض. ودي من الداخل حطولها بقى طقم صيني. اهو. ودي الارفف التانية الرف التاني. ده شكل البوفيه اهو. اهو بصوا بتاعة الكحك برضو نفس اللون الاسود. ودي الجزامة برضو الجزامة عادية خالص ما فيهاش شغل كتير هي بس حاطة مفرش وعليها زهرية ورد من فوق. ما فيهاش شغل كتير خالص يعني شكلها بسيط خالص جدا. دي من جوه محطوط لها الحاجات بس طبعا كلها بالكراتين. تعالوا بينا بقى ندخل على باقي الشقة. ندخل بقى هنا على غرفة الأطفال. بصوا زي ما انتوا عارفين غرفة الإسكان ما بتكونش واسعة قوي. بس هي بصوا جايبين العفش طبعا العمولة بالمقاسات بالظبط. هنا هي عاملة الستارة ماشية مع الظهر بتاع السراير بالظبط. ما هي بصوا الطول بتاعها حتى لطيف خالص واخدة نفس الروح بتاع الأوضة وعاملين بقى نص بينك ونص لبني ونص بينك عشان ايه لو جت ولد او بنت تبقى لايقة. هنا حطوا برضو هدوم العريس جزء منها. الجزء التاني حطوا برضو مفروشات الأطفال عشان لو العريس عايز تاخد فكرة
مرصوصة بشكل بسيط خالص يعني. ده شكل اهو الأوضة بالكامل، لطيفة خالص وجبسن بورد بسيط. نيجي بقى هنا على الغرفة بتاعة الليفينج بالتفاصيل، ودي بقى أجمل غرفة ليفينج شوفتها ما شاء الله. يعني بجد هي فرشها لطيف اوي، فيها تفاصيل كتير بس برضو حاسة ان هي يعني مطرقعة كده. وبصوا الجبسن بورد والسقف باللون الأبيض مع النجف. ننزل بقى كده بصوا على باقي الغرفة، هتلاقوا الألوان ماشية مع بعض، الستارة مع الركنة، بصوا مع السقف مع البراويز والتراويزة والسجادة، كله من يعني في من روح بعض كله ما شاء الله. بصوا ده مش ورق حائط، ده اللي هو الفوم اللي بيتباع بالمتر اهو كده. بصوا بالشكل ده كده الشكل كله. بصوا دي ترابيزة بسيطة خالص بتاعت الشاشة، مفيهاش شغل كتير يعني. بصي لو عجبتك ممكن برضو تعمليها سكرين شوت وتاخديها وتعملي زيها. بصوا دي فازة كده، فازة بسيطة خالص فيها ورد عباد شمس برضو رادت في الكوشن. بصوا الورد كله هي كانت جايبة من ايكيا اهو، ردت في الكوشن عاملة نفس الفازة، فبرضو لطيفة خالص ما شاء الله. دي الجولد برضو في الترابيزة والستارة دي برضو بصوا منتشرة قوي في شارع الازهر في العتبة، لو عايزين تعملوا زيها هي منتشرة قوي هناك. ودي التابلوهات اهي. بصوا هي برضو الركنة كانت عاملاها بتتفتح سرير عشان برضو تستغل اكبر قدر من المساحة في الأوضة. هي الأوضة بصوا هي صغيرة مش كبيرة بس هتلم القعدة كلها. يعني انتي لو شقتك اسكان اجتماعي هي دي افضل حاجة اصلا. اسكان اجتماعي انتي تعملي ليفينج في أوضة منفصلة هتلملك كله يعني القعدة كلها. اهي دي كلها بقى الأوضة بشكل عام. هي كانت حاطة ديب فريزر كمان في الأوضة على الجنب، فهي كده استغلت مساحة كده بصوا يعني جامد خالص. نيجي بقى على أوضة النوم. مهم. بصوا النجفة سيمبل خالص، عاملة الحيطان كلها بالاوف وايت والخشب كمان اوف وايت، وهي كسرة بس بالبينك، كسرة بيه اللون اللي هو زي البينك او البطيخي ده، هي كسرة بيه ورده برضو في التابلوهات وبس. يعني ما فيهاش تفاصيل كتير. والسجادة هي رمادي فاتح خالص اهي. الأوضة ما فيهاش شغل كتير يعني تقدري تنفذيها بمنتهى السهولة اصلا. بصوا ده شكل السرير. ودي بقى التسريحة، برضو التسريحة بصوا صغيرة خالص مراعية فتحة الباب. راعوا قوي الحوار دوت ان انتوا تاخدوا مقاسات كل حاجة بالظبط، بالذات في الشقق بتاعة الاسكان. دي التسريحة اهي معليهاش حاجات كتير، حاطة بس الحاجات اللي بتستخدمها من فوق، وحاطة حاجات بسيطة خالص مش ما فيهاش دوشة. يعني مفيهاش حاجات كتير ملهاش لازمة ولا دوشة، هي استخداماتها فقط اهي. دي الادراج لما برضو فيها برضو الحاجات بتاعتها كلها، الاكسسوارات والتوك.
هنا اهو التوك والفرش كانت فوق. هنا بقيت الحاجات بتاعتها، لماهم كل كده حاجة، لمالها كل حاجة في درج. يعني هي حلو ان انتي تعملي حاجة فيها ادراج كتير عشان برضو تستغلي المساحة، ما تبقاش كلها مهدورة، تبقى كوحدة تخزين كويسة. ده شكل الأوضة اهو. مهم. المراية برضو، بصوا هو في ناس مش بتفضل مراية في أوضة النوم، بس هي المراية في الأماكن الضيقة بتدي وسع جامد برضو، ودي أذواق يعني. بصوا دي بقى اللي حطالها كده هنا في ضرفة البطاطين، مفروشة يعني بطريقة سيمبل خالص تقدري تعمليها. والفوط برضو سيمبل خالص، ما فيهاش شغل كتير، يعني الشغل كله سيمبل. وادي هنا بقت هدوم العروسة. وهنا برضو حطالها الترنجات والفوط والملايات فوق اهي. اهي اطقم السرير. انا برضو سايبه لكم الجزء دوت عشان لو عجبك الرصة تقدري برضو ايه تعملي كده زيها. اهي الفوط. طبعا الاعداد حسب امكانياتك، يعني مش زي الفيديو او حاجة، مش لازم تجيبي زي الفيديو، يعني حسب امكانياتك واحتياجاتك، ويفضل ان انتي تجيبي احتياجاتك بس، هتبقى افضل طبعا. اهو اللهم بارك. ودي الهدوم كلها، حطيت لها الجزء فيه الهدوم الشتوي، والناحية التانية برضو حط لها الصيفي. ادي ده كله شتوي اهو. هي رصالها غالبا الهدوم كلها. مهم. ادي الناحية التانية بصوا الصيفي، بيجامات الصيفي كلها حطها لها. هي بصراحة بتفرش كويس جدا. لو حابة تكلميها، الارقام طبعا زي ما قلتلك اهي على الشاشة، تقدري تتواصلي معاها، وبرضه هي هتقولك على كل التفاصيل والاسعار. ده كده شكل الدولاب كله كده. مهم. ده باقي الرف، حاطه لها برضو فيها كام طقم. مهم. ده بقى كده شكل الأوضة بالكامل. بصوا النجفة سيمبل خالص ما شاء الله، والكومودينو لذيذ خالص يعني. لو لسه واصلة لحد هنا، ياريت تتابعيني، ولو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة. كنت معاكم قناة هاجر هوم. هنا بقى هنطلع على المطبخ، بس المطبخ ده برضو عايز فيديو لوحده، لو انتوا عايزين تتفرجوا على المطبخ ياريت تسيبولي كومنت، وانا هجيب لكم الفيديو بتاع المطبخ بالكامل. بصوا حاجة كده ما شاء الله يعني، هو ما تقوليش ابدا ان هو مطبخ اسكان اجتماعي. بصي كل حاجة كانت معمولة بدقة ما شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة، ودعوة حلوة بقى للعروسين.